الموضوع بتاع النهارده موضوع مهم جدا لاي حد عنده بيزنس قائم بالفعل. ايه الافكار اللي ممكن بيها نزود البروفيتابيلتي بتاعتنا؟ انا هقول لكم 3 حاجات ممكن شويه غير تقليديين، استغرب منهم اللي انا هقوله، ولكن هم بساط جدا. اول نصيحه بقى عشان تزود البروفيتس بتاعتك في وقت قليل جدا، انا بسميها امبليفاي. عشان يعني اوضحها، خليني احكي حدوته كده مثلا مع واحد من الكلاينتس اللي اشتغلت معاهم قريب في برايفت كونسلتيشن. هو كان مشكلته او التشالنج اللي كان بيحكيه ان هو حاسس المفروض يكون بيبيع اكتر من كده بكتير، يعني المبيعات بتاعته هو شايف ان هي ضعيفة، وان هو عنده طاقة اكتر او المفروض يكون بيبيع بكميات اكبر من كده بكتير. فشايف ان في حاجة غلط في البيزنس بتاعه، في حاجة is not right، في عنده مشكلة، مش عارف يبيع كتير. فانا يعني بحكم خلفيتي الهندسيه بقى، وانا دايما بحب ابص دايما على البيزنس in terms of numbers. مش هتكلم معاك بالاحساس لما تقولي حاسس ان المبيعات او حاسس ان كذا، خلينا نشوف الارقام. فبدانا نراجع الارقام بتاعته. فليتس سي مثلا ان هو انت بتعمل مبيعات قد ايه في الشهر؟ بعمل مبيعات ب 100000 جنيه ليتس سي. طيب بتصرف كام في الاعلانات كل شهر عشان تحقق المبيعات دي؟ بصرف ليتس سي 10000 جنيه. فانا بقيت مذهول. يعني انت بتصرف 10000 وبتحقق مبيعات ب 100000، يعني بتعمل 10 اضعاف ريتيرن اون اد سبيند. طب فين المشكله؟ انا سالته فين المشكله. قال لي ما انا يعني انا مش عارف، انا عايز ابيع اكتر. قلت له اوكي، انت بتعمل اعلانات بتحقق لك 10 اضعاف الريتيرن اون اد سبيند. 10 اضعاف، بتصرف 10000 بتعمل مبيعات ب 100000. اصرف في اعلانات اكتر، زود الادفرتايزنج بادجت بتاعتك، ايه المشكله؟ قال لي ايه ده؟ يعني هو ما فيش مشكله؟ يعني هو بس كده؟ قلت له اه بس كده. يعني you have a successful formula amplified. الحاجه اللي اشتغلت وجابت نتائج اعمل منها اكتر. It's very simple. هو كان متصور ان انا هقول له حاجه يعني خارقه للطبيعه، او حاجه ذريه ما اتقالتش قبل كده، لانه دفع فلوس كتير جدا. لان البرايفت سيشن معايا مش رخيصه. It's very very expensive انك to get on a private session معايا. فهو بيبقى متصور ان انا هخش هسمع حاجه خرافيه، بس اكشولي لما بتحط خلاصه 17 سنه خبره ان بزنس في نص ساعه مع كلاينت، المفروض النتيجه تبقى بسيطه بحيث ان هو ياخدها ويابلايت ويشوف نتائج ملحوظه، مش ان انا اقول له كلام مجعلص يبقى ده ايه ده الموضوع كبير، وبالتالي يحجز معايا سيشن والتانية والتالتة والرابعة عشان نخلص الحاجات الكبيرة الكتيرة دي. could be a very simple advice. خدها دبل البيزنس بتاعك and that's it. فدي أول حاجة. الحاجة التانية بقى ريوز. أنا بلاقي مثلا في بعض برضو الكيسز، بلاقي الشخص بيقول لي إيه؟ بيقول لي أنا كنت زمان بعمل إعلانات وكانت بتحقق نتائج كويسة جدا، معرفش ليه الإعلانات اليومين دول مش بتحقق نتائج كويسة زي زمان. فبقول له هو انت يعني، هو السؤال هو الاعلانات اللي كانت شغاله زمان ادائها النهارده ما بقاش كويس، ولا انت بتعمل اعلانات مختلفه؟ يقول لي لا انا بعمل اعلانات جديده، يعني بعمل حاجات جديده، بس الاعلانات اللي بعملها النهارده نتائجها مش كويسه زي الاعلانات اللي كنت بعملها زمان. فبقول له برضو very simple advice. ارجع شغل الاعلانات اللي كنت عاملها زمان. بيس اوف كيك، احنا هنصعب الموضوع ليه؟ فبتبقى نصيحه بسيطه جدا، ارجع شغل الاعلانات اللي انت كنت مشغلها زمان. لو فيها مثلا سبيشال اوفرز انت كنت عاملها، لو كنت بتبيع باندل معينه، لو كنت مركز على بيع برودكت معين، ايا كان الاعلانات اللي كنت مشغلها زمان وكانت بتجيب نتائج كويسه، ارجع شغلها تاني. بيس اوف كيك. بس افتح البطن بتاع الفيسبوك في الاد مانجر عندك، افتح البطن بس بدل ما هو كان اوف خليه اون، وشغل الاعلان مره تانية وشوف النتائج. هتحقق بروفيتابيلتي في very short period of time. اخر حاجه بقى ودي مهمه جدا، بسميها رينيو، جدد. بمعنى ايه؟ انت النهارده ممكن يكون البيزنس بتاعك كان شغال كويس قوي، وبعدين حصل تغيرات في السوق اثرت على سلوك واولويات واحتياجات العميل بتاعك. دخل منافس قوي ببرودكت جديد، عمل ترند وكل منك الجو. ايا كانت التغيرات اللي حصلت اللي اثرت على سلوك المستهلك بتاعك او العميل بتاعك وخلته قناعاته اتغيرت، اولوياته اتغيرت، احتياجاته اختلفت، لازم تبقى مرن
وتتماشى مع هذا التغيير اللي بيحصل. في ناس بشوفها بتبقى متمسكه جدا بالمنتج اللي هي بتبيعه، لان هي كان ده الحصان الربحان بتاعها على مدار سنين طويله، فهو مش قادر يتقبل فكره ان المنتج ده مش ماشي اليومين دول. ما هو كان ماشي كويس، هو كان ماشي بس في تغييرات حصلت لازم تبقى واعي بقى. يعني خلينا مثلا اديك مثال، لو انت حد بيعمل استشارات ماليه مثلا، وكان كل التركيز بتاع شركتك على الاستثمار، بتدي انفستمنت كونسلتيشن، استثمر فلوسي فين، وحصل تغيرات ما، وبقى ده بقى توجه العميل دلوقتي مش ان انا عايز استثمر، انا عايز احافظ على مدخراتي، او ان انا ادير مصروفاتي، سواء مصروف شركتي اديره بكفاءه، او ادير نفقات بيتي، او ازاي احافظ على المدخرات بتاعتي ان هي ما تروحش. يعني المينتاليتي بتاعت العميل بتاعك اتغيرت، او الماجوريتي بدا يتوجه ناحيه السيفنج، الكوست ريدكشن، الكوست مانجمنت، كل الحاجات دي. جدد بقى، يعني ما تقعدش تتكلم عن الانفستمنت اللي هو الناس مش متقبلاه قوي دلوقتي، او مش رايحه له قوي دلوقتي. في جزء كبير من شريحه اللي انت كنت بتشتغل معاها زمان، اولوياتها اتغيرت واهتماماتها واحتياجاتها اتغيرت. اعمل استشارات جديده ليها علاقه بالاداره الماليه، اداره المصروفات، اداره المدخرات. جدد وتاكد ان انت هتعمل سبايك رهيبه في السيلز اند بروفيتس من الاكزيستنج كاستمرز بتوعك اللي اوريدي بينك وبينهم بوند وتراست. مش هتحتاج انك تصرف في اعلانات عشان تاكواير نيو كاستمرز، انت هت انكريز البروفيتس بتاعتك immediately بحتى مينيمال ماركتنج بادجت. فنصايح سهله جدا وبسيطه جدا، مش في لا زمن هتلاقي نفسك قادر تزود ارباحك. امبليفاي، شوف اللي شغال كويس اعمل منه اكتر. عيد استخدام اللي كان شغال زمان كويس. يعني ضربنا مثال بالاعلانات، لو كان عندك منتج زمان كنت بتعمله وبتبيع منه كويس، والمثلا الستوك بتاعه خلص، هات المنتج ده تاني وبيع منه، ما كان شغال كويس ليه ما جبتش منه تاني and so on. اخر حاجه جدد، لو لقيت احتياجات العميل بتاعك اتغيرت او اولوياته اتشفتت راحت لحته تانية، جدد وقدم له الجديد اللي هو محتاجه وبيدور عليه. انا حاطط اللينك بتاعه الماركتنج ماستري، ده البروجرام اللي احنا بنعمله بقى علشان تقدر تبيلد ا ماركتنج سيستم متكامل تقدر من خلاله تاتراكت كاستمرز بشكل مستمر للبيزنس بتاعك. لان انا بفكر في الماركتنج دايما از سيستم، يعني خطوات بتقعد تكررها كل مره عشان تحصل على العميل المستهدف. فمش كل مره هتفكر في فكره كامبين جديده وفكره مترقعه والكلام ده، لا، انت بتحط سيستم، خطوات، اكتيفيتيز واكشنز بتعملها باستمرار بتكررها عشان تحصل على عميل. زي اتس لايك ماشين شغاله طول الوقت بتجيب لك كاستمرز لحد ما توصل للفول كاباسيتي بتاعتك. فانا برضو عامل فيديو بيشرح الميثودولوجي دي والسيستم ده عباره عن ايه، في اللينك في الديسكربشن بتاع اللايف.